ما تجيبش اللي هو بالسحر. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده زي ما احنا شايفين كده عن طقم ميلامين الخشب او الطقم الميلامين التركي، فخليكم معايا. هنشوف محتويات الكرتونة مع بعض، وهنشوف كل حاجة موجودة فيه، وهقول لكم كمان عن مميزاته والسعر، فخليكم معايا لاخر الحلقة خالص. زي ما احنا شايفين محتويات الكرتونة، اول حاجة طلعتها معاكم اهو السرافيز. في السرافيز زي ما احنا شايفين كده، هما بيكونوا 6 مع بعض. وعلى فكرة انا عايزة اقولكوا على حاجة، ان التصوير ظالم الحقيقة. في الحقيقة شكلهم حلو قوي وشكلهم امور قوي، يعني الكاميرا مخليه الحاجة شكلها كده باهت، بس هما شكلهم في الحقيقة اجمل بكتير يعني. اول حاجة شفناها مع بعض اللي هي الست سرافيز. دي بقى البولات، دي بولات كبيرة لونها اسود. لونها اسود غامق كمان، هي الكاميرا مخليه الحاجه فاتحه زي ما انا قلت لكم، فخليكم معايا للاخر. انا حطيتهم كلهم جنب بعض وهنشوف الطقم كله على بعضه، بس احنا بنطلع حاجه حاجه كده معاكم، بفرجكم على الحاجات محتويات الكرتونه يعني. وبعد كده هنشوف مع بعض الطقم كامل وهو موجود، انا رصصته جنب بعض يعني. فخليكم معايا. دول 6 بولات، لونهم اسود، شكلهم حلو قوي، شكلهم امور وشكل جديد كده يعني، لا هي مدوره ولا هي بيضاويه، شكل جديد كده وشكلها حلو. وهقرب الكاميرا منها دلوقتي فهتلاقوا شكلها امور وشكلها جميل قوي. زي ما احنا شايفين كده، البوله اللي تحت هما 6 بولات كبار، والبوله اللي تحت دي للتقديم يعني، اكبر منهم السبعه بتاعتهم، اكبر من الستة اللي هما فوقيها دول. فمعايا كده في الكرتونة دي 7 بولات، 6 قد بعض، والتاني زي يعني بولة للتقديم، بولة كبيرة كده بتتحط على السفرة عشان مثلا تحط فيها الشوربة، وبعد كده تبدأي تاخدي منها بقى. فخليكم معايا. فيها ايه تاني؟ دي البولات زي ما قلنا. تعالوا نطلع الكرتونة دي مع بعض. بسم الله، بنشوف فيها ايه. اهي. هنا الاطباق، بس انا طلعتها غلط، طلعتها مقلوبة. فهنقلبها الناحية التانية، شكلها برضو امور، شكل السرافيز اللي احنا طلعناها في الاول. دي اطباق للرز بقى، او للمكرونة، لاي حاجة، اطباقة مفتوحة. وعلى فكرة فيها صورة اللوجو زي ما احنا اتفقنا بقى، عشان نعرف الاصلي مكتوب عليه ميد ان تركي، لان الطقم ده تركي. اسمه وعلى فكرة ضد الكسر، من اهم مميزاته ان هو ضد الكسر، يعني لو حدفتيه على الارض هي اي حاجة بتتكسر بصراحة يعني. حتى الميلامين، اي ميلامين بيتكسر، بس مش زي الازاز يعني، مش بيتكسر بسهولة. بس هو ضد الكسر، وبيدخل كمان الميكروويف، وبيستحمل درجات الحرارة، ودي من اهم مميزاته، ان هو ضد الكسر وبيستحمل حرارة، وكمان شكله شيك وامور. يعني انا بنصح اي عروسة تجيب طقم ميلامين في الجهاز بتاعها، يعني ما يبقاش كل حاجة بقى صيني وازاز. مثلا عندك طفل صغير، عازمة مثلا حد عنده اطفال صغيرة، ممكن تغرفي لهم فيه، فهيستحمل، هيبقى حلو قوي ضد الكسرة، وشكله كمان شكله زي الصيني، وشكله امور وشيك. ممكن تحطيه عندك في المطبخ، وتخلي الطقم الصيني في النيش، فبيحافظ يعني على، يعني بدل ما تستخدمي الطقم الصيني تبقى موجودة في المطبخ وتتكسر. فده حلو. وعلى فكرة يعني الماتيريال بتاعته حلوة، وكمان ما بيتفاعلش مع درجة الحرارة. يعني الميلامين بتاع زمان كان بيتفاعل مع درجة الحرارة، وبيقولوا ان هو مش صحي وغلط. ده حلو، بيتفاعل مع ما بيتفاعلش مع درجة الحرارة، وصحي، بيدخل الميكروويف، وكمان ما بيتكسرش. يعني بيقعد فترة معاكي طويلة، ومحتفظ بلمعانه وبريقه، وشكله حلو قوي زي ما احنا شفنا كده اهو. دي البولات الصغيرة. احنا طلعنا اول حاجة البولات الكبيرة، ودي بقى 6 بولات صغيرة، كل حاجة فيها 6 كده. دي 6 بولات صغيرة اهو. هو بيبقى حوالي 35 قطعة. انا مشوفتش على الكرتونة مكتوب كام، هبقى اشوف لكم دلوقتي واقول لكم. وبكده وصلنا للشكل النهائي اهو. دي السرافيز، والاطباق المفتوحة، والبولة الكبيرة بتاعة الشوربة، و6 بولات صغيرة، و6 بولات كمان يعني ايه اصغر منهم بشوية، يعني بولات للشوربة وبولات للسلطة زي ما انت عايزة بقى. المهم شكله حلو. وفي منه 3 الوان، هو اللون ده اللون الخشبي تحفة،
تحفة بجد، لازم اوريهولكوا، هعمل لكم عليه حلقة وهوريهولكوا. اللون اللي هو لون الخشب بالظبط دوت البني، شكله حلو قوي قوي. وده برضو شكله امور وجميل. وفي كمان لون برضو سيلفر، هبقى اوريهولكوا. ايوه اللون الخشبي ده اللي قصدي عليه. وفي بقى اشكال كتير، تركي وفي الماليزي. فخليكم معايا، انا كنت عامله حلقة قبل كده عن الماليزي، اللي عايز يتفرج عليها يروح يتفرج عليها، يلاقيها موجودة عندي في القناة. فخليكم معايا بقى، نقدم حاجات كتير. وبكده وصلنا لاخر الفيديو او نهاية الفيديو. ما تنسوش تحطوا لي لايك امور زيكم كده، وكمان اشتركوا في القناة. هنعمل مع بعض جولات كتير، وهقول لكم بالاسعار. نسيت اقول لكم سعره عامل 3200 على حسب بقى المحل اللي انتوا